بعد وفاة محمد علي 1849 في اسكندرية، الحكم في مصر أصبح ثنائي ما بين الحكومة المصرية وما بين القناصل الأجنبية، هات حتة واديني حتة. عباس حلمي الأول هو أول حاكم لمصر بعد وفاة جده عشان يتولى الحكم من الأسرة العلوية بعد كده، ما بين مؤيد للتدخل الأجنبي وما بين رافض. 30 يناير 1863، عسكري مصري ماشي بحصانه على رصيف المينا في اسكندرية، وفجأة الحصان بيرفس مواطن فرنساوي كان موجود بالصدفة في المكان ده. يقوم الراجل الفرنساوي الجميل ابو شعر اصفر وعيون ملونة ده جايب العسكري من فوق الحصان وهتك يا ضرب، لدرجة ان هو كان هيموته. تجري العساكر وتقبض عليه وتسلمه لأقرب اسم شرطة، يقال ان هو اسم الجمرك. لازم اقولك على معلومة مهمة جدا في الوقت ده هتأثر على كل اللي هيتقال بعد كده، ان فرنسا في الوقت ده كانت في قمة جبروتها وغطرستها في عهد نابليون الثالث، خصوصا في الحروب اللي كسبتها لما دخلتها مع روسيا والنمسا. القنصل الفرنساوي اللي كان موجود في اسكندرية في الوقت ده ميسيو دي بوفوال قال ان ازاي المصريين يتجرؤوا ان هم يرفعوا ايديهم على اسيادهم الفرنساويين، وهدد لو ما تمش تسليم العساكر والضابط اللي مسؤول عنهم في 3 ايام ان الاسطول الفرنساوي اللي موجود في المينا هيضرب اسكندريه. الوقت ده كان اي حد بيعمل اي حاجه يقول لك انا هضرب اسكندريه. الحكومه المصريه في الوقت ده طبعا نددت وشجبت وقال ازاي يعني هنسلم العساكر المصريه للفرنساويين، لكن بعد 3 ايام العساكر اتسلمت. لا ومش كده وبس، ده كمان متسلمين وهم متربطين من ايديهم ورجليهم. ومش بس كده برضه، لا دول اتحطوا في مشهرة عامة في ميدان المنشية. المشهرة العامة دي كانت عبارة عن آلة خشبية بيتحط فيها ايدين والدماغ بتاعة السجين عشان ينعذبوا ينجرسوا. طبعا في الحالة بتاعتنا كان هدفها التجريس. القصة دي كلها كانت قدام القنصلية الفرنسية اللي موجودة لحد دلوقتي في المنشية. لا ومش بس كده كمان، ده قبضوا على الضابط اللي مسؤول عن العساكر وربطوه من ايديه ومن رجليه علشان خاطر يجرسوه في البلد كلها. الضابط كان بيعيط من كتر اللي هو شافه من الذل والمهانة في الوقت ده. الضابط ده اتسجن 20 سنة من غير اي اسباب ومن غير اي تهمة، كل ذنبه ان العساكر المصرية بتاعته قبضت على مواطن فرنساوي كان يا عيني هيقتل عسكري مصري وخلاص. الحكومة المصرية بقى تصحصح كده وتقول لك ازاي ولادنا وظباطنا بيقتيدوا. ايه بيقتيدوا دي؟ بيتسلموا عيني عينك كده. طبعا الحكومة طلعت قالت لا يا فرنسا، انت لازم تنقلي القنصل الفرنساوي اللي موجود في اسكندرية لأي حتة تانية، وبعدين يعني بقي رجعيه بعد فترة ولا حاجة. طبعا الحكومة الفرنسية رفضت وقالت ايه اللي انتوا بتقولوه ده، مفيش قنصل هيتحرك من مكانه ومش هيتنقل. طبعا دي حاجة من ضمن حاجات كانت بتحصل ما بين المصريين وما بين قناصل الظلم اللي موجودة في اسكندرية، ان القنصل كان بيتعامل في اسكندرية على انه امبراطور مش قنصل، لدرجة ان المصريين في الوقت ده طلعوا مثال معروف لحد دلوقتي وبيتقال جناب القنصل او ابن القنصل. طبعا ده كناية عن الشخص المتغطرس او الظالم، ابن القنصل او جناب القنصل. وكالعادة التاريخ له ما له وعليه ما عليه، ولكننا نبحث ونكتشف. سلام.